السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة أنا يا حبايبي هقدم لكم وصفة مش هتخطر لكم على بال، يمكن محدش فيكم يعرفها ولا حد عملها، بس لما هتشوفوني أعملها هتعملوها، لأن هي مفيدة جدا، صحية جدا. هتوفر عليك كتير. هتخلي شكلك ومنظرك زي العسل. طبعا أهم حاجة في الوش بتاع الست، أول شيء بينظر لها الإنسان في شكل الست عموما عينيه. طبعا العينين دي أول ما الإنسان يعني يكون مرتب كده، الكحل، الرموش، تبقى يعني ملفتة، لفتة حلوة، منظرها بيبقى جميل كده. مش هطول عليكم برضو. الطريقة اللي هي هعمل لكم طريقة تصنيع كحل صحي تعمليه في البيت بأقل القليل من شيء لا يذكر. يعني ممكن لو انت ب2 جنيه او ب5 جنيه تعملي ازازة كحل كبيرة خالص، ودي هتعمليها انت بنفسك في البيت. صحية جدا، مقوية للنظر، مقوية للرموش، مقوية للأهداب بتاعت العين. مفيهاش، بتقتل الميكروبات والبكتيريا، لأنها من مادة فيها. لو انت دخلت على النت تعرفي فوائد المادة دي ايه، بصراحة هتشكريني. اللي هو هي ايه؟ لبان الذكر. لبان الذكر دوت. طبعا ما تعرفيش ايه يعني فوائده. على رأي المثل، من الألف للياء. ده البان الذكر اللي معروف عندنا، اللي هو بالشكل دوت. طبعا كل الناس تعرفه، معروف. اسمه برضو في البلاد العربية اسمه العلكة المرة، وفي ممكن البان ذكر، وفي برضو اسماء تاني. لو برضو مش هتعرفوا، اللي انا وريت لكم الشكل اهو، عشان لو بحثتوا عنه في النت هتعرف الشكل بتاعه ايه. هو عامل زي الحصى، بس طبعا ايه، زي زاهي كده اهو. هنعمله ازاي؟ دي هنعمل منه طريقة صنع الكحل. هوريكي ازاي تعمليه. طبعا انا بعمله الطبق ده، انا مخلياه ليه هو اسمر كده، عشان طبعا انا عملت كذا مرة منه. هنجيب الكمية دي كده، هنحطها كده اهو على بعضها كويس كده، تكوميها خالص كده. تمام. طبعا البان الذكر معروف في كل حتة، بنفس الاسم. هتولع كده فيها كده. كده اهو، من كل ناحية. تمام كده. هتحطيه كده اهو. خلاص. هتجيبي برضو دي سيراميكا او بلاطة او قطعة بلاط من عندك في البيت، قطعة رخام، تعمليها كده اهو. هتجيب الطبق كده وهتغطيها بيه خالص. هنشيل العود دوت، وهتخلي كده الطبق كده اهو. هتسيبيه مع نفسه كده. اللي طالع دوت من بره ده مش مهم يعني. ده شيء لما انت كنت بتعملي بخور باللبان الذكر، بيتعمل بيه بخور، بتحط له مستكه ومش عارفه عين غزال والحاجات دي. انا ما عملتهاش قبل كده، اللي هي البخور بالعين بس باللبان الذكر، بس هي بالطريقه دي. انا هخلص الكميه دي، مش هياخد 10 دقايق على بعض وهي يتعمل. انا بعد ما هوريهولك، انتظريني بعد ما يخلص خالص كده اهو، هوريكي اللي حصل في الطبق ايه. انتظريني وخليكي معايا كده يا حبايبي. انا عملت الكحل اللي انا وريته لكم دلوقتي اهو. كده خلصت خالص. هنعمل حاجة تانية خالص دلوقتي، هنعملها بسيطة جدا، معلش لو مؤاخذة. دي كده تمسكيها بأي حاجة عشانها سخنة يعني. هتجيبي أي حاجة كده تبشطي بيها أي حاجة بتاعت موبايل، بتاعت خط قصدي، مشرط، أي شيء انتي هتنزلي بيه كده اهو. هتجيبي برضو ورقة، اللي هي ورقة شفاف زي كده، بيضة. هتجيبي كده اهو
خلصت طبعا الكميه خالص. بعد ما هديت خالص لوحديها والنار طفت، هتمسكي كده اهو، هتنزلي الكحل كده، تنزليه كده بالمشرط اللي انت مشرط، سكينه، حاجه كده انت عاملاها. الكميه اللي انا عملتها دي، شوف ديت قعدت ازاي، قعدت سنه بحالها، سنه بحالها، وانت تعملي فيها من غير ما تخلص. طبعا انت تكوني يعني عامله حذر عشان ما ايدك ما تتسخش وكده. لما تيجي تعملي برضو الكميه دي، او هتيجي تعملي دي، تعمليها في مكان فيه بلكونه، عشان الدخانه دي تطلع من بره على طول على اخلص. بص كده اهي نزلت، اخلص بقيه دي وهرجع لك، خليكي معايا. طبعا حبايبي انا عملت الكميه كلها اهي. طبعا ده الكحل اللي انا عملته كويس. ما نفعتش معايا دي، يعني ايه، ما خدتش ما عملتش المنطقه كلها. جيت يعني عملت كده بالمشرط، جيت اطلع كده اهو لحد ما كله طلع كده. تفضل يعني تطلع فيه كده بالراحه لحد ما تخل ايه، تحسي ان مفيش خلاص كحل تاني. انت لو قعدت تطلع كده هتطلع كتير برضو. المهم ان انت خلاص اكتفيتي بالكلام ده، خلصت كده تمام. كده الكحل اللي انا عملته ده كده انتهى، خلص. بصي ده يمكن من انظف وارقى وانظف شيء واحسن شيء للعين. لا تقولي لي جلام ما كحل مش عارفه ايه، كحل ايه، لا، النوع ديتي ممتاز جدا جدا جدا. هتملي المكحله بتاعتك كده اهو، هتملي المكحله منه. طبعا شوفي يعني انت الحبه دي كده تقعدك سنه، دول يقعدوك سنه، لان هو ديتي ما بيعملش يعني يا دوبك تحط المرود فيها وتبصي تلقي الكحل بصراحة لامع جدا في عينك، ويفضل لمدة طويلة، ومش بيسيح، وبيشفي العين وبيروجها وبيجليها برضو، ويحافظ على الأهداب بتاعت العين ما تتقطعش وكده يعني، ويطولها ويطول رموش العين. بصراحة وصفة الكحل اللي انت لو عملتيه بالشكل دوت مش هتحتاجي اي حاجات تانية خارجية من بره، وهتبص تلقي العين نفسها بقت لامعة جدا. وحتى لو فيها التهابات، لو في الرموش بتوجع كده اهو، وتطلع كده من المكحلة وتتكحلي. ادي الكمية اللي فاضلة دي هتعمليها ازاي. هتجيبي ازازة نظيفة تكوني غسلاها يعني كويس، وتفضي الكمية دي، تجيبي الورقة كده اهو وتفضيها، تفضل معاكي دي بالسنة. طبعا انا لما عملت الطبق وعملت عليه ال الحجر، اللوحة اللي تعمليها على صاج مثلا، صينية قديمة عندك مش محتاجاها، مش لازم تكون يعني رخامة او بلاطة او الحاجات دي، ربما ايه يكون عندك المنطقة حارة تروح ايه تتكسر. لا، لو صاج صينية تحطيهم جواها كده اهو، صينية سلستين او صاج تحطيهم جواها، وتروحي جايبه اللي هو السيراميك اللي انا كنت مكسراه صغير ده، تحطيه كده حوالين الطبق وتتغطيه بيه. المهم يبقى فيه منافذ من الناحيتين كده اهو. تجيبي مكان زي بتاع دي، زي نتيجة سنوية أو كرتونة، تحطيها من تحت على الرخامة في المطبخ، في الصالة، في في أوضة تكون فيها نسبة يعني نوافذ مفتوحة عشان الدخانة تطلع منها. وخمس دقايق تبص تلقي نفسك خلصت كل الكمية دي. وده الشوية الصغيرين دول يقعدوا معاكي سنة بحالي. ولو حبيتي تعملي تاني اعملي تاني بنفس الطريقة، وطريقة سهلة جدا، ومش تعمليه واطلعي وسيبيه، بس تكوني يعني ملاحظاه، ومش يعني مش هيغلبك. وبالشكل دوت الوصفة كده انتهت. يعني ما تنسيش برضو تدعولي فيها الوصفة الحلوة خالص دي، وجربوها هتنفعكم خالص والله. للعرايس، للستات، للمدامات، كله ان شاء الله عايز يخلي شكله حلو كده وجميل. ويا رب دايما تكونوا بخير. ما تنسيش تشتركي في القناة، تضغطي لي لايك، تدعميني.
برضو ابعت التعليقات اللي نفسكم فيها، برضو انا بجاوب على كل التعليقات، وربنا يا رب يقدرني ان انا اقدم لكم كل شيء مفيد. واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.